صخرة نص الملعب، زملكاوي ولاعب من أهم اللعيبة في الوطن العربي، بل هو بالنسبة لي أهم لاعب في القارة السمراء حاليا في وسط الملعب. زملكاوي إن شاء الله، وتفاصيل خاصة جدا جدا وحصرية مش هتسمعوها غير هنا على صفحتكم، صفحة محمد عبد العال أو مادو. وسياسة بص العصفورة من مجلس إدارة الزمالك، وأيضا بلالين اختبار تصدر من نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك. لكن في بداية الفيديو زي ما اتعودنا، قبل ما نتكلم، كل اللي في الفيديو حالا يعمل لايك، يشير الفيديو، ويثبت حضوره بكتابة عاش الزمالك، واسمع مني أحلى كلام، واسمع من بابا المجال الكلام اللي هيتنقل وهيتقال وهيتحط في كل مكان، وده هينسبه لنفسه وده هيعمله. لكن دائما وابدا نتعهد مع حضراتكم على الصراحه ومصارحه حضراتكم بكل الاخبار، وان اخطانا بنطلع نقول لحضراتكم اخطانا في خبر، وان اصبنا نتمنى منكم ان انتوا تقولوا ان احنا قلنا الحقيقه وقلنا الكلام. عملت لايك؟ يلا كل اللي في الفيديو حالا يكون عامل لايك، يشير الفيديو، واعمل متابعه سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. وقبل ما اتكلم في اي حاجه مش هتكلم غير اما اقرا كلمه عاش الزمالك مكتوبه، ونشوف التعليقات كده. الله عليكم، ايوه كده، ايوه محمد يا خليفه، ايوه يا حيدر، ايوه يا اسامه، ايوه يا عمرو يا فرج، ايوه بقى هو ده الزمالك فوق الجميع. احلى كلمه نبدا بيها اسلام يا عويني. طيب توكلنا على الله ونبدا اخبارنا. بص يا سيدي، الفترة اللي فاتت مجلس إدارة الزمالك استخدم بعض الأساليب اللي فيها خداع شوية للجميع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا عندنا قرار هيطلع، فالقرار ده هيصيب الجمهور بصدمة، أو هيصيب الجمهور بغضب، أو ممكن الجمهور يقابله بسخط وغضب جماهيري كبير. فبالتالي إحنا نخرج الخبر بشكل غير رسمي، الجمهور استلقاه بالحسنى، والله هنكمله. الجمهور هاجمه اكننا ما قلناش حاجه، وهنطلع كمان ننكر الخبر. وده اللي حصل في قصه اكتر من قصه. اولا في ديسمبر لما كان مجلس اداره الزمالك، او نهايه نوفمبر مع بدايه ديسمبر، لما كان مجلس اداره بيفكر في عدم فك ازمه القيد. وده اللي حصل من كام يوم في مواضيع المدير الفني الاجنبي، بدايه من هولندي والماني ثم وصولا لمستر فينجادا. وقصة فينجادا ما هي إلا بالونة اختبار، لكن من أخبار حقيقية واتفاقات تمت، ولكن في تراجع عن هذه القصة، لكن ما اتقفلتش. قولا واحدا في اخبار عن هذا الموضوع. شكرا ليك يا اللي بتقول ما بسمعش الاخبار غير منك، الف شكر ليك. وفي ناس كتيره طبعا محترمين، لكن في البعض بيحاولوا يعملوا الفتنه، ودول خلاص احنا كشفناهم ومش عايزين من وشهم حاجه ولا عايزين نتفرج عليهم تاني. وكل الناس المفروض واجب عليك كمصري كزملكاوي كاهلاوي تقاطع الناس دي، حتى ما تخشش معاهم في ديبيت او جدال او كده. طيب، ففيما يخص قصه فينجادا زي ما بقول لحضراتكم، القصه دي بالونة اختبار. ليه؟ انا بقى هكشف لك اللي هينكروه ولكنه حقيقة. فينجادا في حال اتمامه في انقسام عليه في مجلس الإدارة، لكن رئيس نادي الزمالك الحالي الأستاذ حسين لبيب هو الأكثر. بص بقى الانفراد جاي لك منين، هو الأكثر تأييدا لقصة فينجادا. ليه؟ لأن فينجادا مدير فني مخضرم بالنسبة له، صاحب تاريخ مع نادي الزمالك، والأهم من كل ده إن فينجادا راجل مرتبه قريب. لكن كلام كابتن احمد سليمان كان عكس كده، ان احنا مش هنجيب مدير فني غير لما يكون واخد بطولات في اخر مواسم، وده اللي اثار غضب جمهور نادي الزمالك. ده فيما يخص الاخبار بتاعتنا في قصة البلالين وقصة الأخبار الكتير اللي انتوا بتسمعوها. لكن بوعد حضراتكم وبأكد لكم إن القيد خلصان، ومجلس إدارة الزمالك كان يستطيع إنهاء ملف القيد من شهر فات، لكن احنا استنينا، مش مهم ايه السبب، لكن في النهاية استنينا. لكن المؤكد إن القيد خلصان، وفي بعض الناس زعلوا واتقمصوا ودبدبوا كمان في الأرض إن القيد احنا اللي قلنا عليه مش هم. لكن تاني يوم بعد ما انكروا طلعوا قالوا كده هيتفك في الايام. لكن معلش كل واحد ربنا يكرمه، وكل واحد يديله على قد نيته. طيب، قبل ما اتكلم بقى في الملف الاهم اللي انتوا داخلين علشانه الفيديو، والصفقه المنتظره، وهل تتكرر ثنائيات الزمالك مع الاجانب، هل تتكرر ثنائيات الزمالك مع العرب، ده اللي هتعرفه في الجزء الحالي من هذا البث المباشر. لكن قبل ما اتكلم، عايزين حالا كل اللي في الفيديو، احنا 1000 يا جماعه، عايزين ال1000 اللي في اللايف دلوقتي عاملين لايك ومشارين الكلام ده، عشان الكلام ده هيتاخد في كل مكان. وهثبت لك ان الكلام بيتاخد من هنا، من صفحتكم، صفحه محمد عبد العال او مادو،
وبأكد لحضراتكم القيد يا جماعة اعتبروه خلصان، والدليل على كده كلام المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اللي قال لك قبل يناير الموضوع هينتهي. طيب خلال اسبوعين من دلوقتي، دي بقى التفاصيل اللي مش هسمعها في اي مكان، خلال اسبوعين من دلوقتي هيتم الاعلان عن بعض الصفقات، وتكتمل الصفقات حتى نهاية مدة القيد في فبراير. طبعا القيد هيتم الاعلان فكه خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم، اللي هو الكلام اللي انا قايله من كتير، بس والله مش عايز اقول لك ان في ملفات النادي بيغير فيها علشان بس الناس ما تبقاش انفردت بيها، لكن القيد هيتم الاعلان عنه خلال الفتره القادمه. طب ايه بقى المفاجاه الكبرى في ملف صخره نص الملعب؟ لاعب عربي. انا هقول لك وانت توقع مين هو لاعب عربي. اول حاجه، منين؟ من شمال افريقيا. توقع انت مين صخره نص الملعب ولاعب مفيش منه اتنين غير اللي يجي معاه؟ طارق حامد. بص التشبيه، هو وطارق حامد بس اللي يتقال عليهم صخرة نص الملعب. اللاعب ده يقترب بشدة، بل اعتبره بنسبة 99% في نادي الزمالك. اقترحوا انتوا واكتبوا اساميكوا، علشان خاطر ايه؟ الناس اللي بيفضلوا يقولوا اصل الكلام اصل مش الكلام، اقترح كده انت وفكر براحتك قوي واكتب لي في التعليقات، والله اللي هيكتب لي صح هقول لك هو. تمام. اللاعب ده يا جماعة هو أهم لاعب وسط في شمال أفريقيا، ومن أهم لاعبي الوسط في الوطن العربي وفي القارة السمراء. يبقى أنا سهلتها لك، هو أفريقي من شمال أفريقيا اللي هي الثلاث دول حبايبنا. أنت بقى إيه؟ فكر كده فيه براحتك. وفي حد كتب اسمه صح، في واحد كتب اسمه صح، في اتنين كتبوا اسمه صح، في ثلاثة كتبوا اسمه صح، بس انا مش هقول الاسم دلوقتي. ليه بقى؟ علشان الناس الخبر ده، بص انا هثبت لك ان الاخبار بتتاخد من هنا، سواء من البرامج، سواء من مقدمين محتوى رياضيين اصدقائنا، سواء من الاعلاميين الكبار، سواء من اي مكان، الجرايد، الكلام ده الاخبار بتطلع من هنا. وانا هثبت لك ده ليه؟ انا دي تاني مرة اقول لحضرتك على اللاعب ده، لغاية دلوقتي ما حدش كتب عنه حاجة. فعشان كده انا صابر في الاعلان عن اسم هذا اللاعب، علشان بس الناس اللي بتشكك في مصداقياتنا وبتشكك في انفراداتنا وبتشكك في جهدنا، زي ما كل واحد بيعمل شغله، زي ما اداره الاهلي بتعمل شغلها وتجيب صفقات وقلنا الصفقات والصفقات تمت، زي ما اداره الزمالك بتعمل شغلها، احنا كمان بنعمل شغلنا وبنجتهد. ومش بنجتهد ان احنا نقول والله ده فلان شكله هو، لا، انا بجتهد بالتواصل مع ناس في كل الوطن العربي، مش بس في مصر، في كل الوطن العربي. بنتواصل مع الناس في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي السعودية، في كل مكان، علشان نجيب لحضراتكم الخبر. الناس اللي بتكتب الاسم، في ناس كتير كاتبين الاسم صح، في ناس كتير قوي كاتبين الاسم صح، والله بجد. فانا مبسوط منكم. وعشان بقى اعمل لكم مفاجأة تانية، هو مش هو لوحده، هو كمان مع لاعب تاني، وستتكرر ان شاء الله ثنائيات الزمالك، وافتكروا الكلام ده. بس لما اطلع اقول الكلام ده والاسماء دي تحصل، انا هعلن لحضراتكم الاسم في الوقت المناسب. لما اطلع اقول بقى الكلام ده والاسماء دي تحصل وكله يقولها، يقولوا في واحد غلبان اسمه محمد عبد العال ماضي طلع قال لنا المعلومه دي قبل ما اخلص الفيديو. كل اللي في الفيديو حالا يعمل لايك، يعمل متابعه للصفحه، يثبت حضوره بكتابه عاش الزمالك. ده فيما يخص هذه الصفقه. طيب عندي كمان خبر مهم جدا جدا بخصوص بعض اللاعبين الموقعين لنادي الزمالك. في لعيبه كتير يا جماعه وقعوا، وفي لعيبه كتير اساميهم اتقالت، لكن اللعيبه دي انا باكد لحضراتكم ان مش كلهم هيجوا، لان في سياسه في مجلس اداره الزمالك اسمها بص العصفور. هتلاقيه بيكلمك مثلا يعني عن رمضان صبحي وهو بيخلص بن شرقي، بدي لك مثلا، ما بقولش رمضان صبحي ولا بن شرقي، بس هو هتلاقيه بيخرج لك ويسرب لك اخبار عن رمضان صبحي وهو بيخلص مع بن شرقي، مثلا بيسرب لك اخبار عن فلان وهو بيخلص مع علان. فده اللي بيحصل زي حراسه المرمى وزي كل حاجه. فان شاء الله باذن الله بالتوفيق لنادي الزمالك، ودائما وابدا ربنا يقدرنا نقول لحضراتكم الاخبار. لولا الامانه انا كنت قلت لحضراتكم حالا الاسم بتفاصيل كل حاجه في المفاوضات، لكن في امانه في بعض المواضيع ما بنقدرش نقولها كامله، لكن في اللحظه المناسبه وقبل وعد مني ليكم، قبل ما تعرفوا رسمي وقبل ما يتقال في كل مكان، هتكونوا عارفين باقي التفاصيل من هنا. عموما ما انت طالما ما قلتش اسم واحد تاني قاله، مش فاهم يعني ايه احمد يا خلف، مش فاهم.
بس انا علشان يعني جمهور الزمالك والناس اللي بيدوني الامانه والناس اللي بيقولوا لي الاخبار والناس دي، انا في حاجات ما ينفعش اقول. تمام. محمد سعيد الشامي، ماضو بابا المجال، بس كده. يحيى ماضو بابا المجال، حلو ده، حلو ده. يلا، عموما تحياتي لحضراتكم، دمتم في امان الله ورعايته. كنت معاكم محمد عبد العال. اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو ده وتشيره في كل حته، ويومكم طيب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.